لو عندك جبنة في التلاجة ومش عارفة تعملي بيها ايه ومحدش من الولاد راضي ياكلها، يبقى الفيديو ده ليكي. هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة من مكونات موجودة في كل بيت. هتقدري تحولي بيها الجبنة لحاجة لذيذة تنفع فطار او عشاء خفيف. يلا بينا نشوف الوصفة. هنحط الجبنة بتاعتنا في الكبة وعليها اي نوع جبنة تاني متوفر عندك في التلاجة، زي مثلا جبنة قديمة. انا حطيت كان حتة كده في قلب الكيس فايضة عندي، حطيتها وحطيت عليهم معلقة قشطة اللي هي قشطة وش اللبن، وحطيت عليهم مقدار ربع كوباية من اللبن. لو احتاجت تاني بتحط لها لبن، وبتبتدي ان انت تضربيها كويس في قلب الكبة بتاعتك لغاية ما يبقى شكلها كريمي خالص وطعمها كان في منتهى الجمال. انا حبيت اطعمها اكتر واديتها بودر، اللي هي البودر اللي بتتحط على البطاطس، البهارات بتاعه البطاطس. ده كان طعم الجبنه. وبعد كده ده كان شكلها النهائي، وبجد بجد طعمها كان خطير، اتحولت لجبنه كريمي لذيذه قوي. وبس كده حطيتها، وحطيت معاها بقى طبق بطيخه مرمله وبصوا زي العسل. وبس كده، وبألف هنا وشفا على قلبنا. جربوا الوصفه وهتعجبكم باذن الله. وكمان مستنيه رايكم في التعليقات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في وصفه جايه.